الشباب لهم دور قوي في المجلس الوطني، يعطوا أهمية للمجلس والإبداع فيه من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية. من الناحية الاقتصادية متدهورة عندنا بشكل رهيب جدا، سببه عدم الاهتمام بالعامل الموجود في فلسطين وعدم إعطاء حق له لأنه مهدور، وقضايا أخرى سياسية ومالية. كان المفروض قامت من وقت طويل لأهمية ما يقوم به المجلس الوطني من دور، فأعضاء المجلس الوطني كثير منهم قد توفوا وكثير قد أصبحوا يعني أكبر سنا، ولهم أهمية في انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. الآن الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني أكبر من كل القيادات الموجودة بصراحة شديدة، وتحتاج إلى إدخال دم جديد وإلى وجود عناصر جديدة تعمل من أجل مواجهة هذه التحديات. هناك ضرورة ملحة لعقد دورة اجتماعات بالمجلس الوطني الفلسطيني بهدف الوقوف أمام آخر الأوضاع والمستجدات على الساحة الفلسطينية، ومراجعة المرحلة السابقة، وأيضا إعادة تجديد النظام السياسي الفلسطيني من خلال إعادة انتخاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باعتبارها الهيئة القيادية الأولى التي تمثل الشعب الفلسطيني داخل الوطن وفي الخارج. يعيشها الشعب الفلسطيني رغم الاحتلال والمعاناة، لازم يعمل إعادة تهيئة لكل اللي بيصير من مواجهات، من صعوبات في الحياة من خلال منظمة التحرير الفلسطيني. والمجلس الوطني هو مهم، لازم الناس تعرف هذا الإشي عشان يقدروا يطلعوا على المشاكل اللي بتصير معهم، يعرفوا كيف يحلوها. المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عام هو محطة لابد منها للوقوف على الوضع الفلسطيني الوطني، وخاصة فيما يتعلق بالانقسام وانسداد السياسي لحل وبغض النظر عن الأخبار المتالية والمتناقضة حول الهدف من انعقاد المجلس، إلا أنه يظل حالة فلسطينية ماسة، وبنأمل أنه يكون هذا يعني فرصة لجمع كافة القوى الفلسطينية على برنامج وطني وسياسي موحد حتى نستطيع نعيد اللحمة لشعبنا ولقضيتنا ونبني الحوار الوطني من خلال التوافق الوطني العام اللي كان من أوليات